يا مساء الخير. زواج الأستاذة إيناس الدغيدي. طيب، فوجئت إن في تعليقات كتيرة جاية لي على فيديو قديم كنت عامله عن إيناس الدغيدي وتصريحاتها القديمة لما قالت إن الزواج في الإسلام مش محتاج توثيق ولا حاجة، وإنه عبارة عن قبول وإيجاب، وإن الناس تعرف. فإحنا طالعين نازلين مع بعض، الناس شايفانا خلاص كده، الناس عرفت، فما فيش مشكلة، مش لازم التوثيقي. وكان الفيديو قديم وقلنا لها إن كده ما يصحش، وقلنا المشاكل. وحتى ساعتها هي بعتت لي المحامي ودخل معايا في اللايف وقال لي الاستاذه ايناس بتقول لك يا اما تشيل الفيديو يا اما هنرفع عليك قواضي، وانت كده بتتدخل في حريتها الشخصيه وقصه كده يعني. وهاجمناها بضراوه لما قالت كلام لا يتوافق مع الشرع ومع القيم المجتمعيه بتاعتنا. فالست خرجت في قناه النهار امس بعد عقد قرانها مع الاستاذه لميس الحديدي، بصرف النظر عن تقل دم لميس والاستاذ مش عارف. النهار تحس انت بتفتح قناه النهار دلوقتي ان انت بتفتح مخزن الاشياء القديمه. يعني الاستاذ علاء الكحكي تقريبا كان نفسه يشتغل في الروبابيكيا، فجمع كل بواقي الاعلاميين حطهم في مكان واحد. ما علينا، المهم يعني بصرف النظر عن هذا الجدل الاعلامي، الاستاذ علاء الكحكي لانه بتاع اعلانات اصلي مش بتاع اعلام. المهم، طلعت ايناس علشان تقريبا تبرر ماذا فعلت. والحقيقه انا مستغرب جدا، يعني الناس ليه مستغربين او منكرين على ايناس الدغيدي انها تتزوج عندها 73 ولا 83 ولا حتى 93؟ بالعكس، يعني الست تزوجت واخذت قرارها بالطريقه الشرعيه الرسميه، وده اللي احنا كنا بننادي بيه، واللي هي كانت بتقول انه مش مهم، عملته بنفسها. عشان كده الناس تعرف ان الناس دي يا جماعه لما بيقولوا كلام بيقولوا ايه كلام وخلاص عشان الترند. لكن لما تيجي هي تشوف نفسها وتتزوج بنفسها ولمصلحتها، وان هي تخاف ان حد يضحك عليها او ما ياخدش، وتعلمت طبعا من اللي حصل مع بوسي شلبي، وان لازم يكون في توثيق ولازم يكون في كل شيء موجود ومشهود واشهاد بصحيح واشهاد بجد، مش قصه منبار وحله محشي اللي قالت عليهم وفاء عامر وغيرها. انما لازم يكون في كلام موثوق وكلام موثق. وعشان كده احنا نفرح لها، بالعكس عندها 73 وما شاء الله يعني مهتميه بنفسها، بصرف النظر عن عمليات او مش عمليات، مش ده الموضوع، بس كمان هي بتلعب رياضه يعني ست واخده بالها من نفسها. فايه المشكله؟ يعني انا مش فاهم الناس دي انتوا زعلانين ليه؟ عندها 73، هو قدها، هو اصغر منها ان شاء الله، اصغر منها ب 30 سنه ب 20، ايه برضه ايه المشكله برضه؟ يعني ادام الست عملت شيء يريحها في اطار شرعي ومجتمعي سليم، الف مبروك، الف الف مبروك، وربنا يتمم بخير، والناس كمان تنبسط لها وتفرح لها. يعني انا مش شايف ان في اي داعي للهجوم الشرس عليها دي. عايز تعمل فرح، ما تعمل فرح. يعني انا مش فاهم برضو الناس متضايقه ليه. يعني ست بتتزوج على سنه الله ورسوله وبتوثق عقدها وبتعقد قرانها وبتفرح، ما تفرح. عندها 73 83 93. ده الرسول بيقول لو لو جاءت الساعه وفي يد احدكم الفسيله فليغرسها. يعني انتوا يا جماعه عايزين ناس تيأس؟ يعني تموت عشان بقى عندها 73 سنه؟ ما هي ست شافت ان هي في حد مناسب ليها. استاذ احمد طلع معاها امبارح وكان بيعمل فقره اعلانيه عن الشغل بتاعه، والحقيقه راجل مش واضح ان هو ما شاء الله راجل طيب يعني. يعني هو اهتم انه يشرح شغله اكتر ما اهتم بانه يشرح الجوازه. وبعدين ده بيقول لها كوين اوف ايجيبت، فالراجل بيحبها. يعني انتوا زعلانين ليه؟ يعني خلاص يعني خلوه، يعني اوكي، مبروك يا جماعه، الف الف مبروك بجد والله ومن قلبي، الف مبروك يا ايناس، وربنا يتمم لك بخير، ويا رب تنبسطي وتسعدي ادام عملتي حاجه في اطار الشرع واطار العلاقات الاجتماعيه المحترمه. الف مبروك، ونفرح ونسقف لها وننبسط لها. ليه الناس منكره عليها ده؟ مبروك يا جماعه، سيبوا الناس تفرح ادام بتتعامل صح. طب مش بقى تقول لنا اصل لبسها، هي عارفه ان لبسها حرام، يعني هي فاهمه، هي ناس، ما هي ناس صغيره. سيبكم من التصريحات اللي كانت بتقولها دي، كلها تصريحات كلام فاضي. شوفوا يا جماعه قد ايه الضعف الانساني لما تقول لك كلمتين حلوين منه خلوها يعني بعد هذا العمر 18 سنه من غير زواج تحن انها تتجوز واحد وهتروح له وتيجي يعني. يعني برضو يعني في الاخر بتفهم ان البني ادم مهما كان هو مين ومهما كانت تصريحاته، سيبكوا بقى من الكلام يعني، هو في الاخر بني ادم ضعيف عايز حد يحتويه وحد يبقى جنبه. مجرد ما لقت حد يقول لها كلمتين حلوين، الست
انسجمت وتعلقت بيه، فده يعني يا جماعه ما تنكروش على الناس ان هي تنبسط وان هي تفرح وان هي تتزوج في اي سن مهما كان، مهما كان، ادام في اطار شرعي واطار قيمي مظبوط. الف مبروك، الف مبروك يا ناس، وربنا يتم بخير. شكرا لكم لمتابعتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب، دي ناس الدغيدي. السلام عليكم.